قامت اليوم صاحبة السمو الملكية الأميرة للا سلمى رئيسة مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان بزيارة لورش بناء المركز الجهوي للأونكولوجيا ببني ملال بعد سنة على وضع الحجر الأساس لبناء هذا المركز. وخلال زيارة المركز الجديد للأونكولوجيا الذي سيرى النور بفضل تحصيل مداخل الحفل الخيري هبة من أجل الحياة الذي نظمته مؤسسة للا سلمى في 3 أكتوبر الماضي تخليدا للذكرى العاشرة لتأسيس مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان، وقفت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا سلمى على مستوى تقدم أشغال بناء المركز. وسيستقبل هذا المركز الجديد الذي سيمكن من التكفل بمرضى السرطان بجهة بني ملال خنفرة حوالي 3000 مريض في السنة. وتبلغ التكلفة الإجمالية لبناء وتجهيز المركز الذي سيشيد على مساحة 3215 متر مربع، ويتوقع افتتاحه نهاية سنة 2017 85 مليون درهم.